طيب إن شاء الله هنبدأ بالجزء الخاص بالرياضيات، وأول جزء معنا مين هو الجبر، أو أولا الرياضيات رقم واحد الجبر. أول جزئية معانا وهي الصيغة المعيارية لكتابة الأعداد، أو بنسميها الأس العشري، أو كتابة العدد بأكتر من طريقة. ركز معايا بقى، احنا بدأنا كده في الشغل بتاعنا. طيب أول حاجة يا شباب، إيه هي الصيغة المعيارية ديت؟ أول حاجة تعالى نعرف كده مع بعض التعريف. تعريفها يا سيدي بكل بساطة بيقول لك هي طريقة للتعبير عن الأعداد الكبيرة جدا أو الأعداد الصغيرة جدا. طريقة هنعبر بيها عن الأعداد الكبيرة جدا أو الصغيرة جدا. إزاي بقى؟ قال لك بدلالة الرقم 10. بدلالة الإيه؟ الرقم 10. خلاص كده؟ طيب 10 إيه بقى؟ قال لك مرفوع لأس معين. طبعا هنعرف كل كلمة بالتفصيل دلوقتي. بدلالة الرقم 10 مرفوع لأس معين. بص يا سيدي، الأعداد يا شباب عندنا يا إما أعداد كبيرة يا إما أعداد إيه؟ صغيرة. أهو الأعداد يا إما الأعداد كبيرة يا إما الأعداد الإيه؟ الصغيرة. بس خد بالك بقى، الأعداد الكبيرة ديت هنكتبها مع بعض بدلالة الرقم 10. خلاص، مرفوع لأس موجب رقم، يعني نكتبه بدلالة الرقم 10 أس 2 10 أس موجب 5 إلى آخره. طيب الأعداد الصغيرة طبعا تتكتب برضو بدلالة الرقم 10، بس مرفوع ليه بقى؟ لأس سالب رقم، يعني 10 أس سالب 3 10 أس سالب 4 وهكذا. 10 أس سالب كذا ده مش معناه إن الرقم سالب، لا ده الرقم موجب زي ما هو، بس معناه إن الرقم صغير جدا. خلاص يا شباب، يعني أصغر من الواحد بكتير جدا. خلاص، لكنه مش أصغر من الصفر، لأن لو أصغر من الصفر دي كده دخلت في الجزء ليه؟ السالب من الأعداد. طيب هنبدأ بقى نشرح إزاي نكتب الأعداد الكبيرة بدلالة الرقم 10 وبعدين الأعداد الإيه؟ الصغيرة. طيب بالنسبة للأعداد الكبيرة يا شباب، مثلا لو أنا عندي مثلا رقم زي ده، الفيزياء يعني واحد قدامه كام صفر؟ 1 2 3 4 5 6. طبعا في ناس على طول تقول يا استاذ ده مليون، ماشي احنا عارفين هو مليون، لكن لو انا عاوز اكتبها بصيغه شيك شويه كده بحيث يعني ما يكونش رقم مفروض كده، نكتبه ازاي؟ قال لك يا سيدي بكل بساطه هنثبت العدد الصحيح اللي هو واحد. خلاص كده اهو، ونضرب في الايه بقى؟ ها الشغل بتاعنا بقى اللي هو 10 اس ايه بقى؟ ده عدد كبير يبقى اس موجب رقم. اس كام بقى؟ قال لك هنعد الاصفار، اس موجب عدد الاصفار، يعني كام صفر؟ ده 1 2 3 4 5 6 يبقى 10 اس 6. بس كده بس كده خلاص، بدل 101 قدام 6 اصفار خلاها 1 في 10 اس 6. طيب دي كده كام؟ واحد قدامه كام صفر؟ 4 اصفار. خلاص ثبت العدد الصحيح برضو اللي هو 1، ونضرب برضو في 10 اس كام بقى؟ 1 2 3 4 يبقى خلاص في 10 اس 4. موضوع بسيط اهو. هنا 100 خلاص يبقى 1، نثبت العدد الصحيح برضو اللي هو 1 ونضرب في 10 اس 2. خلاص يا شباب، يبقى 10 اس 2 هي نفسها ال 100، وال10 اس 4 هي نفسها الايه؟ ال 10000 وهكذا. طيب دي بقى 5 بقى مش 1، قدامها كام صفر؟ مالكش علاقه. بص يا سيدي، ال5 اللي هو العدد الصحيح هتثبته زي ما هو اهو، وتضرب لي في 10 أس موجب عدد الأصفار، يعني 1 2 3 4 5 6 7. خلاص يبقى العدد ده هو نفسه 5 في 10 أس 7. خلاص يا شباب كده. طيب تعالى لي بقى في الرقم ده كده 36، عدد العدد الصحيح 36 أهو. هضرب في كام؟ في 10 أس موجب عدد الأصفار اللي عندك، ها 1 2 3 4 5. 5 أصفار يبقى 10 أس 5. خلاص. طيب ركز كده بقى معايا، هنقعد بقى يا شباب مع العدد ده شويه كده. طيب ال 36 في 10 اس 5 لو انا عاوز اكتبها باكتر من طريقه، اهو كتابه العدد باكتر من طريقه. ركز كده معايا وشوف احنا هنعمل ايه. بص يا سيدي، انا دلوقتي قدامي رقمين مضروبين في بعض. خلاص 36 مضروبه في 10 اس 5. الرقمين المضروبين في بعض دلوقتي انا عاوز اكتب العدد بس من غير ما اغيره، يعني من غير ما اكبره او من غير ايه؟ ما اصغره. خلاص، قال لك العددين مضروبين في بعض، لو انت كبرت واحد لازم تصغر التاني، لو انت صغرت واحد لازم تكبر التاني. ازاي؟ ركز كده معايا. ال 36 ده يا سيدي لو انا عاوز اصغرها، يعني بدل، يعني مثلا دلوقتي خد بالك ان مفيش علامه هنا كده. لما انت يكون عندك عدد كده
ركز كده في الحته دي. 36 اهو، في علامه عشريه؟ لا مفيش. هيها كأن العلامه العشريه فين؟ كانها موجوده هنا كده. خد بالك العلامه العشريه عندنا في الفيزياء ها بنعملها ايه؟ بنعملها نقطه كده خلاص، عشان في ناس ايه يعملوا له كده. لا ما تتعملش كده يا شباب، خلاص تعمل ايه؟ نقطه كده، يبقى دي غلط، تعمل كده. طيب يبقى مفيش علامه في الرقم كانها فين؟ على يمين الرقم. خلاص اللي بعدها اصفار بقى، والاصفار طبعا هنا مالهاش لازمه. فدلوقتي هنا مفيش علامه كانها هنا كده. ركز كده بقى معايا. انا لو عاوز احرك العلامه ديت بعد السته، حركه شمال كده يعني، ايه اللي هيحصل للرقم؟ بدل ما هو 36 هيبقى كام؟ هيبقى 3. هيبقى 3 و6 من ايه؟ من 10. طيب انت صغرت ال 36 خليتها 3 و6 من 10. طب انت صغرت رقم، القاعده بتقول لك كبر الرقم الثاني. كبر ال 10 اس 5. طب اكبرها ازاي؟ زود على الاس 1، يعني هتخليها 10 اس موجب كام؟ اس موجب 6. خلاص حركت العلامه رقم، زود على اس 1. طيب لو انا حركت العلامه كمان رقم، يعني صغرت الرقم اللي مضروب في العشرة دي. طيب انا لما احرك العلامه، ركز كده، العلامه اهي لما تتحرك بعد الثلاثه كده مره اخرى، ايه اللي هيحصل بقى؟ هيبقى العدد كام؟ هاي طبعا يبقى طبعا هنا في صفر، هتبقى كام؟ 36 من 100. خلاص تبقى العلامه بعد الثلاثه تبقى 36 من 100. طب انت صغرت الاكبر ده، تبقى 10 اس كام؟ 10 اس 7. خلاص طب يلا كام واحده؟ لو حركت العلامه بعد الصفر تبقى 36 من 1000. في 10 اس كام بقى؟ زود على الاس 1 تبقى في 10 اس 8، وهكذا. الموضوع بسيط خالص اهو. خلاص يا شباب. طيب يا سيدي لو احنا بقى عاوزين نعمل العكس، ازاي؟ يعني احنا ال 36 بدل ما احنا كنا بنصغرها ونكبر ال 10 اس كذا، لا احنا هنكبر ال 36 ونصغر الاس. ركز كده بقى معايا، سهله خالص اهو. يعني هي دي كده هي نفسها مين؟ ها ادي ال 36 اهي. خلاص وادي ال 10 هنا كانت 36، انا هزود على صفر بقت 360 كده. انا كبرت ده، صغر ده بقى. صغر الاس 1 بدل ما هو 10 اس 5 هتخليها 10 اس كام؟ اس 4، وهكذا. طيب لو انا زودت كمان صفر على 360 ها بقت كام كده؟ 3600. خلاص صغر كمان واحد من الاس تبقى 10 اس 3. يعني هو ده يا استاذ، هو وهكذا. يلا زود كمان صفر، صغر الاس 1 تبقى 10 اس 2، زود كمان صفر، هم هنا كام؟ صفرين، هنا 3 اصفار هم، هنا بقى يبقوا 4 اصفار تبقى 10 اس 1 والواحد ما بيتكتبش. خلاص كده 36 1 2 3 4 5 يبقى هنا كده 10 اس كام بقى؟ 10 اس صفر. ركز بقى كده معايا، 10 اس صفر كام؟ اي عدد اس صفر بواحد، فالرقم ده مضروب في واحد هو الرقم. خلاص 36 قدامها كام صفر؟ 1 2 3 4 ايه 5. لو خدت بالك هو العدد الرئيسي 36 كان قدامها كام صفر؟ 5 اصفار. خلاص يعني انت كده رجعت للعدد ايه؟ العدد الاساسي. خلاص كده. طيب دي كده يا شباب اول سبوره معانا ان شاء الله في الكورس. كده خلصنا ايه؟ الاعداد الكبيره. ان شاء الله ندخل بقى نعرف ازاي بنكتب الاعداد الصغيره باكتر من طريقه. يلا بينا. طيب يا شباب بقى بالنسبه للاعداد الصغيره، ودي طبعا بتبقى مكتوبه بدلاله الرقم 10 مرفوع الاس بقى ايه؟ سالب رقم. خلاص طيب تعالى كده نشوف امثله. عندك هنا علامه عشريه اهي. خلاص شوف بعدها كام صفر وفي واحد في الاخر. الطريقه برضو بكل بساطه قال لك هنثبت برضو العدد الصحيح اللي هو الواحد. خلاص وهنضرب بقى في 10 اس سالب ايه بقى؟ هنا خد بالك كنا بنعد الاصفار بس في الاعداد الكبيره، هنا بقى قال لك هنعد الاصفار والاعداد الصحيحه برضه. يعني هنعد بالاخر كده، هنعد كل الاعداد كل الارقام اللي بعد العلامه. خلاص عد معايا كده 1 2 3 4 5 6 7 يبقى 10 اس سالب 7. تمام بكل بساطه. طيب مثال تاني 1 من 10000. برضه هنا هنثبت العدد الصحيح اللي هو الواحد ونضرب برضه في 10 اس سالب كام بقى؟ 1 2 3 4 يبقى 10 اس سالب 4. بعد كده برضه هنا هنثبت العدد الصحيح اللي هو واحد برضه ونضرب في 10 اس سالب كام بقى يا شباب؟ ها 1 2 3 يبقى 10 اس سالب ايه؟ 3 اللي هو 1 من 1000. 1 من 1000 هو نفسه 10 اس سالب 3. طيب بعد كده هنا برضه يقابلك 5 اهو، برضه دي العدد الصحيح، هنثبت برضه الخمسة زي ما هي ونضرب في 10 اس سالب كام؟ 1 2 3 4 5 6 يبقى هنا 10 اس سالب ايه؟ 6. خلاص 5 في 10 سالب 6. طيب
ركز بقى كده في الرقم الاخير ده، هنا 27. ال 27 على بعضها دي تعتبر هي العدد الصحيح، ما حدش يقول لي العدد الصحيح هنا 7 بس، لا 27 على بعضها اللي هي الاعداد من غير الصفر. خلاص. طيب هنا بقى نضرب في 10 اس سالب كام، برضه هنعد كل الاعداد اللي بعد العلامه بما فيهم الاثنين والسبعه، يعني نقول 1 2 3 4 5 6 7، يبقى 10 اس سالب 7. طيب استنى بقى، هنا هنقف برضه واقفه مع الرقم ده وهنكتبه برضه باكتر من طريقه. ركز كده بقى معايا، هنا برضه يا شباب نفس المنطقه، مفيش علامه، كأن العلامه موجوده فين، هنا كده بعد السبعه مباشره. خلاص. لو انا عاوز احرك العلامه ديت ما بين السبعه والاثنين، يعني بدل ما هي 27 هتبقى 2 وسبعة من 10. كده انت عملت ايه في ال 27؟ صغرتها خليتها 2 و7. يبقى انا هكبر الرقم اللي مضروب فيها بقى، هكبر ال 10 اس سالب 7. طيب الاكبر من السالب 7 ايه؟ سالب 8؟ طبعا لا، امال ايه؟ سالب 6 عشان ده بالسالب. يبقى هضرب في 10 اس سالب 6. طيب لو انا خليتها يعني حركت العلامه بعد الاثنين كمان، خلاص يبقى انا كده صغرت، لا هكبر اللي مضروب فيها، بدل سالب 6 تبقى سالب 5. خلاص يا شباب. طيب نفس الكلام برضه، انا حركت العلامه بعد الصفر، بدل 27 من 100 هتبقى 27 من 1000. يبقى انا برضه هعمل ايه؟ هكبر برضه ال 10 اس سالب 5 تبقى 10 اس سالب 4 وهكذا. طيب لو انا بقى عملت العكس، يعني ايه؟ بدل ما انا بصغر ده واكبر ده، لا هكبر ال 27 واصغر الاس. طيب يبقى انت تعالى كده ركز كده معايا، هكتب برضه العدد ده باكتر من طريقه بس بالاسلوب الثاني بقى، اللي هو تكبير ال 27 كبرها زي حط لها صفر بقت 270. خلاص كده. طيب 270 كده انت كبرت لي 27، صغر بقى ده الاصغر من السالب 7 ايه؟ سالب 8. واخد بالك ازاي؟ طيب لو انا كبرت ال 27 تاني كمان صفر، بدل 270 بقت 2700. خلاص كبرت ده، صغر السالب 8 خليها سالب 9. وهو ده هو نفسه كل الارقام دي، خد بالك. طيب لو انا حطيت كمان صفر بقوا 3 اصفار كده 27000. خلاص هي اياها كانها مضروب في 10 والسالب كام؟ 10 والسالب 10 وهكذا يا شباب. خلاص. يبقى انت خد بالك بقى، انا بعلمك ليه الصيغه المعياريه دي، وانت بتحل في المسائل هتطلع الناتج بالآلة. خلاص كده. طيب الناتج اللي انت طلعته بالآلة وليكن مثلا 2 و7 في 10 أس سالب 6. خد بالك الآلة الحاسبة في الغالب يعني بتطلع لك علامة بعد أول رقم. خلاص. فأنت تيجي تبص في الاختيارات مش هتلاقي الناتج ده موجود، ولكن ممكن تلاقي ايه؟ ممكن تلاقي مثلا 27 في 10 أس سالب 7 وانت مطلع بالآلة 2 و7 في 10 أس سالب 6، فأنت تفكر إن الناتج بتاعك مش موجود في الاختيارات. لا، ما الناتج بتاعك هو نفسه ده. خلاص. يبقى لو لقيت اي رقم من دول هو نفسه ال 2 و7 في 10 اس سالب 6 اللي انت طلعتها بالآلة او اللي الآلة طلعتها لك. خلاص يا شباب. طيب دي كده الجزئية الاولى في الكورس بتاعنا.